في مثل مصري مشهور قوي بيقول لك ايه؟ الافضل الاحسن من الشغل ضبط الشغل. الناس كلها عارفه طبعا المثل دوت. يانيك فيريرا بيطبق المثل ده بحذافيره كانه مولود في باب الشعريه مثلا، فاهم؟ نازل راضع في ميت عقبه. الراجل في مؤتمر بيسالوه، تعرف راجعك على المؤتمر وارجع اكلمك تاني في القصه دي. الجهاز الفني بيأهل اللعيبه لعدم التفكير في المباراه الثانيه، خصوصا عندما المباراه كان هذه المباراه ثلاث نقاط عندهم مباراه Before you translate, I heard Mubarak Al Ahly. Yes. We're not thinking about that. This was the question: how you could give the players how you can not to let the players think about the Ahly game. The best way to lose the game now is to think about the next one. If you think about the next one, you lose this one. احسن طريقه انك تخسر بيها الماتش اللي جاي انك تفكر في الماتش اللي بعده، فلو احنا فكرنا في الماتش اللي بعد اللي جاي احنا هنخسر الماتش ده. We take it match after match, week after week since day one, and we will keep doing this no matter what happens in the rest of the season. احنا بنشتغل ماتش بماتشه، اسبوع باسبوعه، وده اللي احنا بدأنا بيه من اول اسبوع وهنكمل بيه لنهايه الموسم ان شاء الله. ده حاجه احنا مش هنغيرها، ماتش بماتش، اسبوع باسبوع. And if I feel that the player is thinking about Al Ahly and not about the preparation of this game, he's out. لو حسينا في لحظه من اللحظات ان في لاعب بيفكر في ماتش الاهلي وما بيفكرش في التجهيزات للماتش اللي جاي، هيكون بره الحسابات. Because our all focus must only be on this next match. لان احنا تركيزنا بالكامل موجود على المباراه. راجل فاهم، راجل عارف هو بيعمل ايه. الراجل بيساله ماتش القمه، هو عارف اللي انتوا هتسالوا في الهري ده. بقول لك تحس ان هو مولود في باب الشعريه. قال له ماتش الاهلي، اللي هو تمام. فبيقول له هو ده السؤال يعني اللي انتوا بتفكروا في الماتش وكده. قال له انا لو فكرت في الماتش اللي بعد اللي جاي انا هخسر اللي جاي. فعادي عادي كمل معاه بالكلام لحد ما قال جمله بجد عجبتني جدا. قال له اللي هيفكر اصلا في ماتش الاهلي هيبقى بره حساباتنا. اللي هنحس مجرد لحظه اللي هو بيفكر في ماتش الاهلي هو بره الحسابات، مش معانا يا صاحبي، ما يلزمنيش. هنا تعرف اللي معاك مدير فني زي ما بقول لك ظبط الشغل احسن من الشغل. يعني الراجل عارف يظبط الدنيا قوي في الحته اللي انا محجم الدنيا. الناس كلها بتفكر في اللي انا عايزه يفكروا فيه، لان اللي هيبان هيلاقي مستوى في اي حاجه، كلامك، سؤالك، اي لقطه، انت باشا بره. وعندنا في شيكو بنزا يعني كلام كتير. راجل مفيش التزام لو هتكسبني، لو هتعمل لو بره يا صاحبي. الانضباط، التزام، انت زي الفل، تركيز تمام. يبقى انا بقول لك تفكر في الجونه، يبقى هو الجونه. انسى اي حاجه بعد الجونه اللي بعده مين؟ الاهلي. ساعتها افكر في الاهلي.